مساء الخير، مساء النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فقط فيديو قصير بغيت نتكلم على واحد. تنشوفوا اليوم بعض المخلفات من هاد الكراغله اللي عندنا في المغرب، اللي تكبروا كمغاربه وزرعوا زريعتهم عندنا، وديك الزريعه كبرات حاقده على المغرب وحاقده على الملكي في المغرب، وكي كي كيضربوا. ما كنعممش طبيعه الحال، ولكن كاين بزاف. كاين داك اللي كنسميو، كاين حتى داك الطابور الخامس، كاين داك المخلفات فرنسا، كاين دوك اللي كانوا عندهم افكار شيوعيه، اللي عندهم افكار الشيعه، كاين دوك من جهه قطر، كاين دوك راكم اليوم كتشوفوهم وفهمتوا. خوتي المغاربه كما انا فهمتها. وللاسف اليوم بلدنا المغرب الحبيب غادي لقدام، وبزاف ديال البلدان هادشي كيزعجهم، وللاسف بلادنا مستهدف. لذلك انا تنقول اليوم الناس باقي ما واعيينش بزاف بهذا الشيء. الديمقراطيه والحريه التعبير كيستغلوا هاد الخونه الداخل والخارج باش يضربوا في استقرار البلاد، لان عندنا للاسف عندنا المرتشون، عندنا اموال كتدخل المغرب كتشري هاد الناس. عندنا للاسف كاين اللي كيبيع ضميرو، كاين الله يجعلهم يبيع مو باع بالفلوس. كاين راكم هادشي كتشوفوا نتوما بعينيكم اليوم، ولاعبين فيها معارضين. كنقول المعارضه ماتت مع اليوسفي، وماتت مع دوك الاحرار الاقحاح اللي كانوا فعلا من المعارضه، كان قلبهم على مصلحه البلاد. غنتكلم على اليوم واحد السيده هي لا شيء، لمجرد حثاله. علاش غنتكلم عليها اليوم؟ حيت باش ما يبقاوش خوتي المغاربه يديروا فيديوهات ويبقاو يدخلوا عنا. بالنسبه لي انا سينيال بلوك. كتكلم باسم مغربيه كنقول لها لهلا يحييك تكوني انت مغربيه، لهلا يحييك، لان لاله المغربيه بزاف عليك. لاله المغربيه بنت الاصل والمفصل. المغاربه تيحبوا بلادهم وتيحبوا مالكم، وخا شنو ديروا شي الاموال الطائله تخسرات غير باش يشككوا المغاربه في بلادهم، وفي الملكيه ديالنا، راكم هادشي اليوم فهمتوه. الناس باسم المعارضه، فين ايامات اليوسفي وفين ايامات المعارضين ديال بصح اللي كان قلبهم على البلاد وقلبهم على مصلحه البلاد؟ كانوا معارضين، ولكن تجبد لي الملكه وتجبد لي هذا كي ما يعقلش عليك. الله يرحم اليوسفي في هذا الفيديو. هادو بالنسبه لي هما المعارضين الحقيقيين، اللي من بعد هاد اللي كنشوفوا اليوم هما مخيات فقط باسم المعارضه، باغيين يضربوا في المؤسسات الملكيه، باغيين يضربوا في القضاء، باغيين يخربوا البلاد. شي باغي يرجع المغرب كله بركه من الدماء. ها اللي باسم الشيوعيه، ها اللي باسم هادوك هادو. المهم راكم نتوما هادشي كتشوفوا اليوم، داك الطابور الخامس اليوم. ونتمنى ان السلطات المغربيه انها سارحه بهم، نتمنى. لان حنا اليوم كمغاربه عيينا، وهادشي ولا كيضرنا في خاطر بزاف. وتنقولوا حتى من الديمقراطيه ومن حريه التعبير ولينا كنقولوا ما بقيناش بغينا، لان حنا عارفين اليوم بلدنا مستهدف. هو كان دائما مستهدف، وحنا ما كناش فاهمين القضيه. اليوم فهمناها، وكنقولوا يا ريت تزمامار ترجع، يا ريت. لان فعلا حسن الثاني الله يرحمه هو اللي كان فاهم اش كان واقع وعارف اش كان كيدير. كانوا نعتوه بالديكتاتوري ما خلاو ما داروا، ولكن اليوم حنا عندنا كنعموا واحد الديمقراطيه، وكنعموا بحريه التعبير. للاسف اللي كيتسموا معارضين هما راه خونه باغي الهلاك للبلاد. وانا من هذا الفيديو تنقول لهم نحن الشعب المغربي لكم بالمرصاد، لان الشعب المغربي ملكي اكثر من الملكيين انفسهم. هاد السيده سميتها دنيا نوار، اللي كتشتغل بقناه فرانس 24. بعد ما فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء، يعني اليوم كتحترم الواحد. ماشي اعترفت بالصحراء المغربيه، لان الصحراء المغربيه في صحراء في مغربيه، والمغرب في صحرائي. كتحترم اليوم، اعترفت بانها خصها تحترم الوحده الترابيه ديالنا وبصحراؤنا، اللي هي دائما ما كانت مغربيه وستظل مغربيه رغم عن الحاقدين، ورغم الاموال الطائله اللي تخسرت الى يومنا هذا. الملايير كيجوعوا الشعب باش يضربوا في استقرار البلاد، ولكن هيهات هما. هاد السيده هذه بالنسبه لي انا هي فقط يمكن زريعه من زريعات الكراغله اللي كنا دخلناهم وكلاو ماكلتنا وكينعموا بخيرات البلاد، وداروا زريعتهم كابره هي حاقده. وتيخرجوا اليوم باسماء مغربيه، تيقول لك حنا ما كنعترفوش انتي بعد هاد الدنيا هذه نوار. شكون انتي تقولي الصحراء مغربيين ولا ماشي صحراء مغربيه؟ شكون انتي؟ ولذلك اخوتي المغاربه تنقول لكم، واحد المره نيت كانت قالت لهم اللبسه الوجديه هي وهرانيه، اصلها وهراني. بيعت اي حاجه مغربيه بيعتها الجزائر. وفي المناظره ديالها راكم شهدتوها. ماشي خائنه، هذه كرغوليه في قلب دارنا. تتقول لهم بان دائما ما كتنحاز الجزائري ضد المغربي. واليوم عطاوها اجازه بحكم ان الخط الحراري ديال فرنسا 24 اليوم غادي يتغير، لان فرنسا اليوم
تعترف بمغربيه الصحراء. كتمشي كتدخل مواقع الجزائر كتقول لهم انا كمغربي ما نعترفش بالصحراء المغربيه. انت شكون انت؟ تعترفي ولا ما تعترفيش؟ من انت؟ شكون انت وشكون اصلك؟ قالت لك هي فرحانه مشات للجزائر. اختي شوفي هزي بازك وسيري عند الجزائر وعيشي عيشتهم وشدي طوابيرهم وسيري الله يسهل عليك. وانا كنطلب من هذا الفيديو اي واحد تيفضل الجزائر ولا تيقول لك وهو كيكون خائن، هو دائما هما دائما ما كيتخباو وراء انا مغربيه او انا مغربي. هاد الخونه اللي دابا مدسوسين عندنا في البلاد هم من مخلفات فرنسا ومن طابور الخامس ومن كراغيله وزريعه كراغيله، هما اللي دايرين هادشي كامل. تنقول لها اختي الله يعاونك مع الجزائر، سيري هزي بوازك والمغرب بزاف عليك، وانت غير مرحب بك في هذا البلد الحبيب اللي كبرت بجدودك واللي كبرت بكم وعطاتكم عيشه كريمه. اليوم تضربوا في المملكه المغربيه اللي دارت فيكم غير خير. وتنقول لكم خوتي المغاربه بالنسبه للمناقشات مع الجزائري لا في التعليق لا سينيال بلوك، لان الجزائري هو اللي كيستافد من هذا النقاش، لانه الجزائري اليوم اكتشف ان انا استفز المغاربه اذا انا موجود، وحنا عطيناه بما فيه الكفايه. تواجد على ظهرنا وبيناه بما فيه الكفايه، الله يجعل شي بركه. لان في النقاش مع الجزائري هو المستفيد وانت تستفيد لا شيء، بالعكس كيستفزك وكيبغي يمرضك وكيبغي يعصبك. فلذلك انا تنقول المغاربه سينيال بلوك، سينيال حتى ديك سرقه الا سرقات شي حاجه سينيال بلوك، ما تبقاوش تدخلوا عندهم، لانهم هما ملي كتدخلوا عندهم كتعطيهم قيمه وكيتواجدوا. اما انا ما بقى حتى شي واحد يدخل عندهم راه ما غادي يديها فيهم حتى شي واحد. هاد القضيه خصكم تفهموها. سدوا علينا هادشي بركه بركه، درنا في راسنا في النخال تولينا في الزبل ما عندهم ما غيسرقوا. التاريخ كاين، الادله كاينه، كلشي موثق. جداواتهم راهم موثقين في بيكاسو، تاريخهم الكحل الاسود راه كاين موثق. هناك فيديوهات دو فيفوا كلشي كاين بالصوتا وصوره. اش غتقول ليه؟ هو راه عارف كرغولي، عارف راسو شكون هو ولد كرغولي لا اب لا عنده عقده نفسيه كارهك، راه بالسيف ما يكرهك انت كمغربي. لذلك اليوم حنا غنسدوا علينا هذا النقاش. وبالنسبه للخونه هما اللي خصكم تبقاو تفهموا شكون هو انا في الساحه اليوم ما كيبانوش شي معارضين. اما انا بالنسبه لي انا ما كيبان لي حتى شي معارض هنا في اي واحد باسم معارضه عينه باغي يضرب في استقلال البلاد، باغي يضرب في الملكيه، باغي يشتت لنا الشمل. هادو راه ماشي معارضين، هادو راهم خونه متسوسين معنا في بلادنا. لذلك اخوتي المغاربه ماشي اي واحد يقول لكم اخوتي المغاربه راه هذا دار عندنا المرتشون وعندنا الفساد وداكشي كله. هناك عوامل ماشي غير في خص الشعب المغربي يوعى بهذا الشيء اللي كيوقع، لان المغرب المملكه المغربيه مستهدف، بلدي مستهدف، لان بلدي غادي وما خصهم يعرقلوه باش من مكان. راه شحال من بلاد باغيين يشوفونا، ما باغيناش يشوفونا كنزيدوا القدام. لذلك خوتي المغاربه بقاو تميزوا ما بين معارض وما بين خائن. وانا اللي كيبان ليا هادو اللي في اليوتيوب كامل كلهم خونه بهم غير المال يطيح يضربوا في الملكيه ويضربوا في استقلال البلاد. وانا من هنا تنقول عاش الملك والزبل بحال هاد الدنيا وامثالها سينيال بلوك ما تبقاوش تدخلوا عندهم. الله يجازيكم بخير، حبسوا لينا هادشي صافي بركه.